كنت تعبانة وجايبة آخري، وطلبت من ابني يغير لي هدومي، ويا ريتني طلبت منه يعمل كده من زمان. صاحبة القصة بتقول: اسمي مدام سامية، مديرة مدرسة، عندي 45 سنة. ربيت ولادي على حاجات كتير أوي صح، وعلمتهم ازاي يعيشوا في الحياة. وأكتر حاجة كنت مبسوطة بيها احترامهم وأسلوبهم المهذب مع الناس. كنت بتشرف بيهم لما بروح معاهم أي مكان. باباهم كان سايب كل تربيتهم عليا أنا، حتى هو نفسه كان بيضايقني وكنت بقعد أشرح له الصح من الغلط، وكان كل حاجة يعملها من غير ما أعرف كانت دايما بتطلع مش مظبوطة. يعني من الآخر كده كنت أنا اللي مسؤولة عن 4 بنات وولد وحيد وأبوه. ما كنتش مديرة مدرسة بس، وحرفيا كنت مديرة منزل كمان. على فكرة الموضوع مش سهل، وكمان مش حاجة حلوة إنك طول الوقت بتبقي مضغوطة نفسيا وجسمانيا، ولازم كل حاجة يعني تبقي انتي المثل والقدوة فيها. ممنوع الحرية وممنوع الحياة الطبيعية. الموضوع فعلا ما كانش فيه أي حرية. وسط ما تكوني شخص ملتزم وحاسم ومربي ومسؤول، في وسط كل ده ما ننساش إن أنا بطبيعتي أصلا ست. يعني بحب الحرية، بحب الهزار، بحب الضحك، بحب الحياة، بحب الفسح، بحب الخروج، بحب اللبس، بحب كل حاجة حلوة في الدنيا. والمطلوب إن أنا أكون ناسية كل الحاجات دي، وبتعامل بطبيعتي مع كل اللي مطلوب مني. فأكيد مع السنين ومع الضغط العصبي والمواقف والمشاكل والحاجات اللي بتحصل دي كلها، أكيد في وقت هيجي عليا وعامل ومش هقدر إن أكمل مهما ضغطت على نفسي. زي اللي بيحاول يشتغل وبيعافر وهو هيموت وينام، ويفضل يعافر كده مع نفسه لحد ما النوم هو اللي يخليه يقع، ما يقدرش يعمل أي حاجة. أهو البني آدم فينا كده برضه، يفضل يضغط على نفسه، يمشي عكس التيار وعكس الحاجة اللي هو بيحبها ومتعود عليها، لما في يوم من الأيام يقف خالص وما يقدرش يقدم أي شيء. الصراحة كان زوجي من الأشخاص اللي ما بتشيلش أي مسؤولية خالص، يعني غير مسؤول زي ما بيقول. هو طيب، حنين، ما اكدبش عليكم، يعني جامد جدا. من ناحية الحاجات اللي هي بتبقى التفاهم والكلام والعلاقات مثلا الزوجية، بيبقى دايما في كلام كويس وفي تعامل قوي، الحاجات دي. لكن من ناحية انه يكون مسؤول، لا. الصراحة كان فاهمني، وكان طول الوقت مهتم بكل التفاصيل اللي انا بحبها. كان عارف دايما انا عايزة ايه، وكان بيفهمني من نظرة عيني. ما كنتش بتكلم، انا عشت مع السنين دي كلها لما كنت ببقى عايزة حاجة معينة عمري ما اتكلمت، لكن كنت بديله إشارة بعينيا، وكان في بينا لغة العيون. مع الرغم إن ما كانش مسؤول، وما كانش بيلتزم بحاجات كتير، وسايب عليا كل المسؤولية، ومع الرغم إن فهمه محدود جدا، ولكن كنت بحبه عشان كان دايما في بينا لغة تواصل من ناحية كل حاجة. الصراحة ودي الأول مرة هقولها، أنا بحب موضوع العلاقة لما يكون في تفاهم جدا، وبحس ان انا ما بقدرش استغنى عن الموضوع خالص، وبحبه بطريقة جامدة. عشان كده عشان كده دايما طول الوقت وانا مضغوطة وبستحمل كل شيء، علشان خاطر الموضوع ده بيكون فيه بينا تفاهم قوي. ومشيت الدنيا على كده، وربيت ال4 بنات وكمان اخوهم، وعلمتهم احسن علام. الحمد لله هو كان موظف ودخله كويس، وانا كمان
كنت باخد راتب كويس جدا، ومشيت الدنيا على كده كذا سنة. بعد كده قدرت ان انا اخش في مشروع صغير شريكة مع صديقة ليا، ازداد دخلي ودنيتي بقت افضل واحسن. وقدرت ان انا كنت كل فترة اجهز واحدة من البنات في فترة معينة في كذا سنة يعني. ما خليتش حد فيهم ناقصه اي حاجة، قلت لهم عشان لما يجيلكم العرسان في اي وقت تبقوا جاهزين، وفي نفس الوقت مع تطور الزمن اكيد مش هقدر اجهزكم انتوا كلكم يعني. وفعلا ربنا قدرني وجالهم ولاد حلال كتير محترمين، نقيت منهم اشخاص محترمة. ولادي علمتهم ما يخرجوش من ايدي وما يخرجوش من طوعي، ودايما اللي اقول لهم عليه بيفهموه. بناقشهم، مش معنى كده انا بديهم اوامر، بالعكس انا كنت صديقتهم قبل ما اكون امهم. كنت بقدر ان انا اخش جوه احساسهم وقلبهم وافهم منهم بالظبط هم عايزين ايه ومحتاجين ايه، ايه اللي بيحبوه، ايه اللي مش عايزينه، ايه المشاكل اللي ممكن تقابلهم، ازاي ان انا احلها معاهم، ازاي انا اوجههم للصح. كان في بينا صحوبية قبل الامومة. كان في حاجات كتير هما ما بيقولهاش لبعض، كان بيجي يعني كان بيبقى بينا احنا اسرار، كل واحدة فيهم كان بيبقى بينها وبيني سر حياتها وخصوصياتها وكل حاجة. كنت مش بحاسب على الغلط، لكن كنت بحاول احوله من السلبي للايجابي. يعني مثلا في موقف ممكن يؤدي الى خسارة من ناحية حاجات كتير تخص البنت، او مشاكل او حاجات ممكن تقع فيها ما نقدرش نصلحها، كنت بحاول ان انا افهمها تعمل ايه وايه الصح وايه الغلط، ان هي تتفادى الموضوع اللي ممكن يأذيها. فطبعا هنا الموضوع كان هنا كده، يعني دايما الابهات والامهات كنت اسمعهم بيشتكوا من اولادهم ما بيسمعوش الكلام، بيعملوا اللي هم عاوزينه، بالذات البنات. فهنا الشخص عشان تقدر تملكه وتملك قلبه فعلا واحساسه ان هو يقدرك، وان ما يرتاحش غير لما يجي يقولك اللي في قلبه، وتعوده على كده ازاي؟ بانك مش بتأمره. ما تخلوش دايما بين أولياء الأمور أمر، لأ، الموضوع بيبقى صحوبية وتراضي وتعامل كويس ويعني وتفاهم للموقف. كلنا مرينا بنفس السن اللي هو بيبقى سن المراهقة وسن بعد كده العشرينات، سن الرشد، حاجات كتير أو احنا كبني آدمين كأم وكأب أكيد مريتوا بيها. فحطوا نفسكم مع الأولاد، مع بقى تطور العصر، يعني مش زي ما كنت انت بالظبط او كنت انت بالظبط، لأ، مع تطور العصر. يعني امشي وفكري بطريقة الزمن اللي موجود حاليا. فهو ده بالظبط اللي انا الطريقة اللي كنت بستخدمها مع اولادي. كنت قريبة منهم لدرجة ما تتخيلهاش، وفي نفس الوقت برضو ما كانوش بيقدروا يستغنوا عني. وزوجي مع رغم كان مقصر في حاجات كتير، لكن ما كنتش بحملهم عبء ده، ما كنتش بحملهم المسؤولية دي. كنت بالعكس يعني بحاول أعدل أخطائه والحاجات اللي مش مظبوطة على قد ما بقدر من غير هما ما يحسوا. وكانت دايما مناقشاتنا بابنا مقفول، بنتكلم في اللي حصل والصح والغلط واللي انت عملته والمفروض ما يتعملش من غير ولادي ما يحسوا بيا. عشت حياتي والعمر ده كله من غير ما اروح في يوم من الايام لاهلي او اشتكي لاختي او اشتكي لصديقتي او حد انخلق يعرف عن حياتي حاجة. دايما بتظاهر بأحسن صورة، ودايما الناس شايفاني في أحسن وضع، لأن دايما الناس ما بتحبش حد سعيد، معظمنا، مش بقول كلنا، ولكن بتلاقيهم بقى مش هتخشي جوا كل شخص وتدوري هو جوا ايه. فممكن حد يستغل الموقف ضدك، وممكن ان هو يرشدك في وسط غضبك لنصيحة مش مظبوطة، او يرشدك في وسط غضبك لنصيحة مش مظبوطة. مش عايزك تكون مستقر، مش عايزك تكون سعيد، مش عايزك تكون دايما عايش الحياة الطبيعية اللي هي المألوفة زي كل الناس. في ناس كتير قوي بتبقى بتتمنى مثلا الوحش. فعشان كده كنت دايما حريصة ان انا ما بشتكيش لحد،
وما بعرفش حد أوجاعي ولا أسراري ولا مشاكلي، ولا أنا ولا زوجي ولا أولادي. كنت مربياهم على كده، على نفس الطريقة ونفس التفكير. اتقدم لبنتي الكبيرة دكتور، إن هي أصلا كانت في كلية طب، وكانوا أصدقاء. وبعد ما اتخرجوا هو جه وتقدم لها، أهل ناس كويسين جدا، ودي كانت أول فرحة تخش بيتنا. كنت حاسة إن أنا سعيدة وطايرة من على الأرض. جهزتها بأكتر ما كانت بتحلم وتتمنى كمان. كنت فرحانة بيها جدا، هي كانت زي القمر لأنها تشبهلي. وفي اليوم ده قررت أكون عروسة من أول وجديد، ما كنتش أعرف اللي ممكن يحصل. رحت أجرت فستان سواريه قوي ولونه شيك قوي، وكمان عملت ميك اب طريقة حلوة كده لشعري، وجبت كده حاجة جديدة كده كعب عالي قوي. كنت حرفيا بعد ما دخلت السنتر وطلعت ما كانش حد عارفني، ما كانش حد ابدا مصدق ان انا مامة العروسة مهما احلف. كنت شايفة كل الانظار يعني هتتجنن عليا، شايفة فيها كده اعجاب وحاجات كتير قوي. كنت مبسوطة وطايرة في اليوم ده من السعادة، لدرجة ان انا ما بطلتش رقص مع بنتي، وبنتي كانت سعيدة جدا. وكنت سعيدة قوي وولادي حواليا وزوجي حواليا. وكنت سعيدة اكتر ان انا قدرت ان انا اوصل للمرحلة ديت، وكل احبائي حواليا. قبل ما الست بتبقى ناجحة في شغلها، رقم واحد لازم تكون ناجحة في حياتها، ناجحة مع أولادها، ناجحة مع زوجها. حتى لو كان شخص صعب إن هي ممكن تتعايش معاه، ده بيبقى أكبر نجاح من اللي هو الشخص الطبيعي. كنت مروحة في اليوم ده سعيدة جدا جدا بطريقة مش معقولة. وبعدها بفترة مش طويلة أخو العريس يتقدم لبنتي التانية، وطبعا جوزت ولادي واحدة ورا التانية. كنت في كل مرة أحس إن أنا أسعد من المرة اللي قبلها. وفي الوقت ده طبعا عايزة أقول لكم حاجات كتير أوي اتغيرت جواي. بعد ما جوزت بناتي حسيت بكمية راحة وأمان واستقرار فظيعة جدا، يعني زي ما يكون كده حمل تقيل قوي ونزل من على كتفي. بدأت بقى أعيش حياتي بقى، انتوا عارفين اللي هو أخرج كتير، أتفسح كتير، كل يوم لبس جديد. وبالذات كنت بعشق أجدد في اللبس الداخلي اللي هو البيتي. أحب قوي أجيب حاجات جديدة. ومن الآخر كده عملت جوزي زي ما يكون عريس من أول وجديد، ليلة دخلة وكده. كان مبسوط جدا وأنا كمان كنت سعيدة، وعشنا حياة حلوة قوي. وفي يوم كان عيد ميلاد ابني، وقررت ان انا اعزم القرايب والاحباب وكل الناس. وكنت عامله له بقى حفلة عيد ميلاد كبيرة جدا ما حصلتش قبل كده، لان هي كانت حفلة تخرج وحفلة عيد ميلاد، يعني الاتنين في واحد زي ما بيقولوا. وطبعا عزمت كل القرايب، وكان ضمنهم الناس اللي ما بيحبونيش والناس اللي بيحبوني. كنت زي القمر في اليوم ده، لان قبلها كنت عاملة دايت ومهتمية بنفسي قوي، لان لما شفت نفسي بنظرة جميلة حبيت اطور من جمالي زيادة. جوزي كان الصراحة مدلعني على الاخر، وكنت مبسوطة قوي. بس مش عارفة ليه كنت في عز ما انا مبسوطة حاسة كده ان انا خايفة. وده بقى اللي حصل قدام بعد كده. طبعا في يوم جوزي كان راجع من الشغل، وحصلت له مشكلة على الطريق، وطبعا تعب ودخل المستشفى. وبعد كده رجع البيت بعد ما قعد فترة يعني يتحالك هناك. بعد كده رجع البيت، فضل مبهدلني وتعبان جدا جدا، يجي شهرين 3 مكنتش بنام من كتر المسؤولية. وكنت تعبانة جدا، وحياتي كلها اتقلبت
من فوقاني لتحتاني بقدرة قادر، يعني من حياة سعيدة ومبسوطة وبتمتع بيها وحاسة بالحرية وحاسة إن أنا طايرة، لحد حياته كلها مشاكل وهم وما بينامش وما بقاش قادر. المهم جه بعدها اتوفى وسابني. طبيعة الدنيا عايزة أقول لكم بقيتش مصدقة، حرفيا بقيت هتجنن ومش قادرة أصدق إن أنا لوحدي، والموضوع بدأ يتعبني ويزداد عليا التعب، وكنت كل فترة أتعب أكتر من التانية. حقيقي ولادي ما سابونيش، كانوا دايما جنبي وكل يوم كانوا بييجوا يسألوا عني، يروقوا لي الشقة ويغسلوا لي الغسيل وكمان يعملوا الأكل، وكانوا حرفيا بيسهروا معايا لما أنا اللي بقول لهم امشوا. كانوا متبهدلين بأولادهم والصراحة كانوا صعبانين عليا، ولما بقيت قلت لهم إن أنا خلاص كويسة واتظاهرت إن أنا فعلا كويسة عشان ولادي يستقروا ويرجعوا لحياتهم، في يوم قررت طبعا بعد بقالهم فترة مجوش، قمت عشان أروق الشقة وأغسل الغسيل وأعمل الأكل وكده. فطبعا في الوقت ده آه ابني كان بقاله فترة بعد وفاة أبوه متغير جدا، ما بقاش زي الأول. آه بقى بيسهر كتير، بقى بيشرب كتير. جوز بنتي لقيته قايل لها إن هو بيشرب كتير وبيشرب حاجات ياما، فعشان كده مأثرة عليه، وأخوك ماشي مش كويس والكلام من ده يعني. فهي جت قالت لي وبلغتني بيه، كنت حاسة إن أسلوبه متغير. اقترحت عليه طبعا إن هو يتجوز معايا في الشقة، لأن بعد تعب والده عايزة أقولكوا إن صرفت كل الفلوس اللي كانت معايا كنت شايلاها لجوازه، وكمان عملت معاش مبكر لأن لقيت نفسيتي تعبت وما بقتش قادرة إن أنا أروح الشغل. الحال بقى غير الحال والدنيا بقت غير الدنيا. فطبعا قلتله يعني إيه رأيك لو تتجوز وكده؟ فقال لي مين اللي هترضى إنها تعيش معاكي في نفس الشقة؟ مفيش النهاردة بنت بتقبل إن هي تعيش مع حماتها، وبعدين فين المصاريف بتاعة العفش والفرح والخطوبة والهدايا وكل الحاجات اللي انت عارفاها دي؟ انا مش شغال وما عنديش اي دخل، وحضرتك زي ما شفتي صرفت كل الفلوس بتاعتي، وكمان بابا ما سابلناش حاجة. المهم قلت له يعني بالراحة، واكيد هنلاقي بنت الحلال اللي ممكن ان هي تقبل بينا وتقدر تمشي امورك. لقيته بيتضايق ويقول لي انا ما بقتش صغير، انا المفروض كنت فكرت بجوازي زي اخواتي البنات من زمان، ايه اللي خلاك تستنى ما اتخرج؟ كلام من ده. كلامه فعلا كان غريب، وحسيته كده ان هو فعلا يعني مش ابني، مش ده الولد اللي انا طول الوقت كان مطيع ومهذب. حسيت ان بعد وفاة ابوه يعني اتغير، ما بقاش هو، بقى مستهزئ بيا وما بقاش زي الأول خالص، أخلاقه ما بقتش زي الأول. ففي يوم بقى مع الضغط النفسي، مع حالة ابني، مع ذكريات اللي بتمر عليا، مع حاجات كتير قوي، بعد ما خلصت الشغل لقيت نفسي مرة واحدة تعبت وكنت بقى، وكانت هدومي طبعا متبهدلة مكان الغسيل ومكان الترويق. أخدت دش و بقيت طبعا عايز ألبس هدومي مش قادرة. ناديت على ابني يغير لي هدومي، كانوا دايما بيخوفوني وبيقولولي خلي بالك من نفسك، اقفلي كويس وانت نايمة، ابنك ما بقاش زي الأول، ابنك كلامه متغير، بيتكلم عن الجواز كتير وبيقول ان انا خلاص يعني لازم تشوفولي حل ان انا ما بقتش اتحمل. حاجات كتير من النوع ده كانوا بيخوفوني. فالوقت ده انا ما كنتش قادرة حرفيا، وفي نفس الوقت قلت لازم اختبر ابني، اشوف رباية السنين دي كلها راحت فعلا وما بقتش موجودة ولا لأ. كنت فعلا محتاجاله بجد، وكنت خايفة جدا على نفسي وخايفة على الأيام اللي جاية، ومش عارفة حياتي بقت عاملة كده ليه واتقلبت كده بالمنظر ده. الولد فعلا لما جه عشان يغير هدومي طلع لي غيار مناسب، وفي الوقت ده شفت في عينه نظرة
غريبة جدا، عمري ما شفتها قبل كده. نظرة حب وحنية وخوف ولهفة عليا، عمري ما تخيلت ان ممكن ده يحصل منه. كنت فاكرة ان الكلام اللي بيقولوه صح، وان هو فعلا ممكن يعمل لي اي شيء يزعلني او يضايقني. لقيت بالعكس تماما، لقيت الحنية والحب والاحترام موجود ومزروع جواه. ساعتها جه في حضني بعد ما غير لي هدومي، وقال لي واشتكالي باللي وجعه، وحكالي على كل شيء مضايقه، وقال لي قد ايه افتقادي لبابا مضايقني، واني مش قادر اعيش من غيره، وان انا في صراع بيني وبين نفسي ولكن مش برضه اتكلم. انت عارفة ان انا ماليش اخوات ولاد، وبرضه هو كان صديقي وكان اقرب الناس ليا. انا دلوقتي ما عنديش اصدقاء وما عنديش اخوات، وفي حاجات كتير قوي كراجل بتحرج ان انا اجي اتكلم معاكي فيها. المهم قويته واديته إرادة، وقلت له لازم تستحمل، ولازم ان انت تبقى برضو زي انا معلمتك كويس، وتتعلم من الدنيا ومن اخطائها، وتقوى كده، وان شاء الله كله هيبقى تمام. واديته طاقة ايجابية. وكان ليا صديقة كانت متجوزة يعني جوازة تانية، وكانت بتربي ولاد صاحبها ده، جوزها يعني، اللي هي اتجوزته. وكان طبعا عنده بنات زي الأمارات، أنا كنت بشوفهم، وعمري ما جه في بالي يعني الموضوع، لكن قلت هحاول. عملت لها زيارة تاني يوم، ورحت واتكلمت معاها في أنسب واحدة في البنات الاتنين اللي انت مربياهم. قالت لي الاتنين مهذبين ومحترمين وبنات زي القمر. قلت لها طيب دلوقتي احنا لو فكرنا ان احنا ندخل رسمي، اكيد البنت هترفض يعني تعيش معايا وكده، فلازم الاول ان احنا نعرفهم ببعض بطريقة حلوة عشان الولاد كمان نشوف اذا كانوا هيتقبلوا الموضوع ويتقبلوا بعض ولا لا. ولو البنت اكيد يعني حبت وليد، اكيد ممكن ان هي توافق من غير ما يبقى في مشكلة. وفعلا دبرنا خروجة حلوة انا وهي، وخرجنا وجابت البنت معاها، وبدأ يتم التعارف بطريقة شيك وحلوة. البنت عجبت بيه جدا لأن ابني وسيم وجسمه رياضي وعاقل ومتعلم ومحترم، فطبيعي جدا إن هي كانت على الأقل تعجب بيه. غير إن أنا اديته كام تفصيلة يتعامل بيها، وعرفته ازاي يتعامل ويتكلم والدنيا بتاعته تمشي. وفعلا أعجبت بيه جدا، وبعد كده وافقت إن هي ممكن تتجوز معايا في الشقة. وأنا كمان حبيتها ووعدتها إن أنا عمري ما هضايقها أبدا. وفعلا قدرنا نقنع باباها، لأنه كان في الأول رافض الفكرة بطريقة مش معقولة، لكن البنت عشان حبت الولد قدرت تأثر عليه، وقدرت يعني الأمور تمشي. عملت له أحلى فرح، كنت مبسوطة جدا وطايرة من السعادة. وفعلا جوزت معايا الولاد بعد ما وضبت الشقة وجددت العفش كله. كان باقي مبلغ بسيط كنت بحاول أسده من معاشي، وهو ابني برضو شفت له شغلانة كويسة بشهادته وأموره مشيت. ولكن الحاجة بقى اللي ما كنتش عاملة حسابها وما كنتش أتخيل إنها ممكن تبقى موجودة لسه جوايا، كنت بسمع صوتهم يعني وهم مع بعض. آه، الموضوع لقيته بيتعبني بطريقة مش معقولة، لدرجة إني مبقتش قادرة أتحمل. بعد فترة بقيت بعمل حاجات شبه المراهقين، ومش قادرة أعيش من غير جواز. والموضوع بدأ يتزايد معايا كل يوم أكتر من الأول. طبعا بشوفها هي كمان بتهتم بنفسها زي ما أنا بقولها، بتلبس وبتغير وعايشين حياتهم، شباب عايشين حياتهم. ذكروني بكل حاجة حلوة. اتقدم لي حما بنتي وابني رافض. انا حاسه ان انا محتاجه في حياتي راجل، لان الموضوع معايا مبقاش زي الاول. قدرت اخرج من الازمه النفسيه اللي كنت فيها، وعايزه اعيش حياتي طبيعيه. طبعا الموضوع ما كانش في الاول سهل، ولكن بعد كده يعني بدات تمشي الامور والدنيا. وفين وفين لما قدروا يعني ولاد البنات انهم يقنعوا ابني بان يوافق على جوازي من حما بنتي. المشكلة إن عمري ما تخيلت. أنا كنت بقول يعني مجرد إن إحنا حتى لو بقينا مع بعض كده حاجة برضو تهدي، فاهمين. اكتشفت
ليلة الدخلة إن هو مش راجل ستيني، لأ ده ولا اللي عنده 25 سنة، القوة والجمال مقولكوش. وكانت أجمل ليلة من ليالي العمر، ودي كانت قصتنا يا أحلى متابعين.